السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو أحد جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة عظمى من قواعد الأدب والأخلاق وتزكية النفس. عده العلماء ربع الإسلام، بل قال بعضهم إنه يجمع نصف الدين أو الدين كله، في لفظ بليغ وموجز. شرح مبسط وعميق لهذا الحديث في آن واحد. نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. الشرح والمعنى الإجمالي: ما معنى من حسن إسلام المرء؟ الإسلام هنا ليس مجرد نطق بالشهادتين، بل هو مراتب. حسن الإسلام يعني كمال إسلام العبد وتمامه وزيادة إيمانه. فالإنسان الذي يطبق هذا الحديث ينتقل من مجرد مسلم إلى مسلم حسن إسلامه وارتقت أخلاقه. ما معنى ما لا يعنيه؟ الشيء الذي لا يعنيك هو ما لا يتعلق بحاجتك أو مصلحتك في أمر دينك أو دنياك، ولا صلة لك به من قريب أو بعيد، ولا يترتب على جهلك به ضرر، ولا في معرفته نفع. في الدين الانشغال بفضول الكلام وتتبع عثرات الناس والجدال العقير الذي لا يورث عملا. في الدنيا التجسس، الفضول لمعرفة أسرار الآخرين، كم يربحون، لماذا طلقوا، أين ذهبوا، والتدخل في شؤونهم الخاصة. ما الذي يدخل فيما لا يعنيك؟ يقسم العلماء الأشياء التي يجب تركها بناء على هذا الحديث إلى عدة جوانب. فضول الكلام، وهو التحدث بما لا فائدة فيه. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فضول النظر والاستماع، التلصص على بيوت الناس، أو استراق السمع لحديث يكرهه أصحابه أن يسمع. فضول الأسئلة، سؤال الناس عن خصوصياتهم التي يملكون كامل الحق في الاحتفاظ بها لأنفسهم. أما من فوائد وثمرات تطبيق هذا الحديث الشريف، إذا نجح المسلم في كبح جماح فضوله وتطبيق هذا الحديث، فإنه يجني ثمرات عظيمة في حياته. وأيضا أيها الإخوة والأخوات، من الفوائد العائدة على الفرد والمجتمع إذا طبق هذا الحديث سلامة الصدر والقلب. يبتعد الإنسان عن الغيبة والنميمة والحسد والتباغض الناتجة عن التدخل في شؤون الآخرين. حفظ الوقت والطاقة بدلا من إهدار الوقت في مراقبة الناس. يوجه المسلم طاقته لإصلاح نفسه وعيوبه وتطوير ذاته. راحة البال هو أمر جميل وغاية في الروعة. من راقب الناس مات همًا. وترك ما لا يعنيك يورث سكينة نفسية وراحة بال لا تقدر بثمن. محبة الناس واحترامهم. الإنسان الفضولي منبوذ وثقيل على قلوب الناس، بينما الإنسان الذي يحترم خصوصيات الآخرين يحترم ويهاب. أمر مهم في هذه المسألة: متى يكون التدخل مما يعنيك؟ هناك خيط رفيع بين ترك ما لا يعنيك وبين السلبية والتهرب من المسؤولية. إخوتي وأخواتي، الحديث صراحة لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ترك نصيحة المسلم أو التغاضي عن الفساد. إنما الواجب الشرعي يعنيك أنت. يعني إن رأيت منكرا تستطيع تغييره، أو إنسانا يحتاج نصيحة، أو مظلوما يحتاج نصرة، فهذا يعنيك شرعا وليس من الفضول أبدا.
بل هو من صلب الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث هو خطة عمل لبناء شخصية متزنة ومجتمع متماسك يحترم الخصوصية، هو دعوة صريحة للاشتغال بالنفس وإصلاح عيوبها بدلا من الانشغال بالآخرين. يعني تخيل حينما تسمع بأن هناك أشخاص يراقبونك ويتتبعون أخبارك ويتكلمون عنك في الغيبة والنميمة والحسد، يعني أكيد هذا الأمر لا يروق لك. فما بالك أخي الكريم وأختي الكريمة حينما أنتم تخوضون بمثل هذه الأمور؟ حرام عليهم وحلال عليكم، هذا لا يجوز شرعا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.